موعدنا مشاهدينا الكرام مع نجمة السيرك المصري والعربي والعالمي الأستاذة فاتن الحلو مروضة الأسود. أهلا بحضرتك. أهلا بيك وصباح الخير. أهلا بيك يا أستاذ. طبعا يعني هبة صوتها مش طالع شوية، قعدنا بنحاول نخلي ابن شرابها ينسون ويتذكرون وكل حاجة عشان تطلع صوتها على الهواء، عشان خايفة من التعبان والأسد. على فكرة وسألنا عرفنا إن الأسد اسمه نانسي، صح؟ الأسدية اسمها نانسي. الأسدية اسمها نانسي. وتعبان بقى ليه اسم ولا؟ لا الثعبان العاصر ما العاصر ما يتقالش عليه اسم يعني. الأصلة الهندي بس. الأصلة ده قطره وحجمه وطوله، يعني هو ده الخطر فيه. انا مش عايزه اقول لك عشان بس ما ايه. لا خلينا دلوقتي في نانسي. لا قولي ارجوكي قولي المخاطر. لا هي يعني الثعبان العاصر لو لف وقرص قوي، هو قوي جدا، بس في منطقه معينه انا بقدر امسكه منها عشان يبتدي الجسم يرتخي تاني وما يلفش عليا. كمان بدرب، يعني انا دربت فنانات كتير، حوالي 200 فنانه روسيه، فكانوا بيجوا ما بيعملوش الفقره دي، فانا كنت بدربهم عليها. ده له عمر؟ والله حسب انتي بتعمليه ازاي. يعني لازم يبقى فيه اشراف طبي وليه علاج معين، بياكل كل 15 يوم حوالي 20 حمامه 15 حمامه بياكلها صحيحه بيمزمز بيهم. استاذه فاتن، القصه دي وراثه، يعني عائله الحلو من زمان، يعني من ايام ما الواحد كان طفل كده، ان عيله الحلو دي هي السيرك يبقى عيله الحلو. طبعا هو في، هقول لحضرتك حاجه، وطبعا انت عارف ان في عمي الله يرحمه الحاج محمد الحلو الكبير طبعا اللي هو الاسد. حضرت انا بقى ده لايف، رحت اتفرجت عليه وانا صغير. فهو بالحقيقه يعني ابراهيم جوزي الله يرحمه، صح؟ يعني انا متفكر. وفي محمد اخو ابراهيم، محمد الكبير. بس ابراهيم الله يرحمه مات مش من الاسود، مات من كانسر. عايزه اقول لك ابراهيم الحلو يعني من احد عمالقه الحلو برضه، برنس عائله الحلو رحمه الله. وانا اتعلمت الحقيقه من جوزي كتير قوي، يعني اتعلمت كتير، وهو دارس في المانيا في فن والتدريب واخراج. التعلم بيبدا امتى؟ حصل على الدكتوراه يا استاذه فاتن. التعلم بيبدا من كام سنه؟ عشان تقدري يعني ازاي تتعاملي مع نانسي؟ لا يعني نانسي مثلا دلوقتي تلاقيها حلوه وجميله، يعني عندها شهر لمده، يعني عندها شهر شهر دلوقتي لمده 6 اشهر خلاص بقى تحط في القفص خلاص ويتدرب وبيبقى حاجه تانيه.